ده الجزء التاني من مسلسل تحت السن، فلو لسه ما شفتش الجزء الاول هتلاقيه عندنا في القناه، وهنسيبه في اول كومنت وهيظهر لك على الاي اللي على اليمين او على الشمال. واللي شفنا في اخره ان مريم اتصدمت لما لقت هنا متجوزه عرفي من سيد، وبتبقى مش عارفه ايه اللي جمعهم ببعض. والجزء ده هنلخص فيه كل الحلقات اللي نزلت لغايه دلوقتي، وبعد كده هنلخص كل حلقه اول ما تنزل على طول. فتاكد انك تكون عامل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل الحلقه يجيلك اشعار بيها على طول. وتعالى بقى نبدا الملخص. وفي تاني يوم بنشوف مريم وهي واقفه في المدرسه، واستاذ شاكر بيروح لها وبيسالها عملت ايه في موضوع هنا، فبتقول له انها حاسه ان عملت حاجه غلط بسبب انها بلغت عن صحابها. فمستر شاكر بيزعق لها علشان يبان انه اب لكل الطلاب، بس بعد كده بنلاقيه بيقول لها طالما هي حاسه انها عملت اللي عليها يبقى عندها حق في اللي عملته. وبعدها بنشوف محامي دليده وهو عند سيد وامه، وبيقول لها ان هي تروح للظابط وتقول له انها شافت ملك وهي بتتخانق مع هنا، وانها فضت الخناقه وقتها وبعدها نظفت الحمام، وانها ما تجيبش سيره دليده في الموضوع، وبيديها فلوس علشان تسكت. وفعلا لما بتشوف الفلوس بتنسى بنتها وبتوافق. وفي الوقت ده مريم بتخلي علي يوصلها لبيت سيد لانها عارفه ان علي ليه علاقه بسيد، وبيبان ان علاقه صحوبيه علي ومريم بدات تكبر اكتر وانهم مستلطفين بعض. ومريم لما بتروح لسيد بتواجهه بعقد الجواز العرفي اللي بينه وبين هنا، بس هو بينكر وبيمسح الصوره وبيهددها لو جابت سيرته هيوديها في داهيه، بس هي بتعرفه ان العقد الاصل معاها وبتسيبه وبتمشي. وبنشوف علي وهو رايح لست كبيره اسمها حنان، وبنعرف انها كانت الناني بتاعته وهو صغير وانها هي اللي ربته. بس الغريب اننا بنلاقيها بتساله على هنا، بس بيقول لها انه ما يعرفش عنها حاجه وانها مختفيه بقالها كام يوم، وان البوليس بيحقق في الموضوع. وفي تاني يوم بنشوف مريم وهي في المدرسه، وبنلاقي في كام بنت من صحابها بيتنمروا عليها وبيقولوا لها ان هي السبب في اختفاء هنا، فبتتعصب وبيتخانقوا مع بعض. واستاذ شاكر بيبقى ماشي مع مدرس زميله وبيقول له ان التعامل مع البنات صعب، بس بيعرفوا ان كلهم بيكونوا ضعاف وبيبقوا محتاجين وجود اب جنبهم مش اكتر. وهو معدي بيسمع صوت زعيق وبيلاقيها مريم بتتخانق مع زمايلها، فبياخدها وبيحاول يحسسها انها عنيفه وان ده ما ينفعش، بس مريم بتقول له ان هنا وحشاها وانها متلخبطه بسبب انها عرفت حاجات كتير عنها ما كانتش تعرفها. وبنلاحظ انه بيحاول يعرف هي عرفت ايه، بس مريم بتتهرب منه ومش بتحكي له وبتسيبه وبتمشي، وبيبان عليه انه اتضايق واتوتر. بننتقل لناهد ودليده وبنعرف من كلامهم ان ناهد هتحاول تظبط جاسر صاحب علي علشان ياخد تليفونه ويمسحوا الفيديو، وبيعترض في الاول بس بعد دلع من ناهد بيوافق. وبنشوف مريم وهي قاعده مع مامتها، ومامتها بتعرفها ان مستر شاكر كلمها وقال لها على اللي حصل وان هي بقت عصبيه الفتره دي. فمريم بتتضايق وبتدخل اوضتها وهي قاعده بتفتكر لما كانت لسه جديده في المدرسه الخاصه وان في بنات بتحاول ترخم عليها، بس هنا جابت لها حقها وكانت هي دي بدايه صحبتهم. وبننتقل لمحفوظ ابو هنا، وبنلاقي ان في ناس جت وبتتخانق معاه بسبب انه كان مستلف منهم فلوس لما كان في اسكندريه، ولما بيمشوا بيجيله اخوه اللي اسمه عوض وبيعرفوا ان هنا بنته هي السبب في اللي هو وصل له وانها مرمطاه، وبيحس من كلامه انه عمل فيها حاجه، فبيساله هو يعرف مكانها فين، والغريب انه بيسكت ومش بيرضى يرد عليه. وبنشوف سيد وهو عند اخته في السجن وبيعرفها اللي حصل من محامي دليده، وبتقول له ان هي معاها فيديو اللي كانوا بيضربوا فيه هنا وان ده اللي هيخرجها من السجن. فسيد لما بيروح بيدور عليه بس مش بيلاقيه، وامه بتقول له انها باعته لواحد اسمه دسوقي، فبيروح له علشان يرجعه بس بيقول له ان هو باع التليفون وانه مش هيعرف يرجعه له. وفي تاني يوم مريم بتروح لسيد تاني وبتفضل ماشية وراه لحد ما بيروح مكان مقطوع، وسيد بيبقى عارف انها ماشية وراه وبيحبسها في مكانه وبيمشي. وفي الوقت ده جاسر فعلا بياخد التليفون من علي وكأنه هيعمل مكالمة منه، ولما بيفتح الصور وبيشوف الفيديو بيقرر ياخده من على تليفونه. وبنرجع لمريم وبنلاقي ان سيد جاب ناهد معاه، وناهد بتقول لها ان سيد ملوش علاقة بهنا، لكن ناهد هي اللي عملت فكرة الجواز العرفي ده بسبب ان هنا كانت حامل. ومريم بتبقى مصدومة وبتسألها كانت حامل ازاي وعرفت منين، فبتحكي لها وبتفكرها بالفتره اللي كانت هنا مش بتيجي فيها المدرسه، ومريم كانت فاكره انها مش بتيجي بسبب انها كانت تعبانه شويه، بس ناهد بتقول لها انها وقتها راحت لها البيت بسبب انها كانت عايزاها في حاجه، وقعدت معاها وهنا قالت لها انها حامل وانها مش عارفه تعمل ايه، وان كمان ابوها وامها وعمها يبقوا عارفين بس بيبقوا مش عارفين هي حامل من مين. فاقترحت عليها انها تجيب لها واحد تتجوزه على الورق عشان لما اهل البلد يعرفوا تقول انها متجوزه. وكمان
هنا كانت خايفة من عمها رضوان جدا، وان ده الحل الوحيد علشان ما يموتهاش. ومريم لما بترجع بتكون منهارة جدا على الحاجات الغريبة اللي عمالة تكتشفها عن هنا، وبتفتكر وقت ما كانت في المدرسة وهي بتبص على علي من بعيد، وهنا بتروح لها وبتقول لها انها عارفة انها معجبة بيه وانها هتحاول تظبطهم سوا، لان حصل صدفة غريبة وهي انها شافت علي عند حنان جارتهم اللي بتطلع تساعدها، وانها هي اللي مربياه. فمريم بتقطع صورتهم مع بعض لانها حاسة انها مخدوعة في صاحبة عمرها، لان كانت هتصاحبهم على بعض وبعد كده هي اللي ارتبطت بيه. وبننتقل لجاسر وناهد وبيعرفها ان هو عرف ومعاه الفيديو وانها استغلته، فناهد بتبقى مش عارفة تعمل ايه. وفي الوقت ده بنشوف ام هنا وهي راجعة من بره وبتلاقي باب شقتها مفتوح، ولما بتدخل بتلاقي ان ذهبها كله اتسرق. وفي تاني يوم بنشوف مريم وهي في المدرسة وبتبقى بتتكلم مع استاذ شاكر وبتقول له ان هي متلخبطة وانها عرفت حاجات كتير عن هنا ومش عارفة تعمل ايه، وبيحاول يعرف منها هي عرفت ايه بس بتقول له مش مهم. بس برضه في نفس الوقت بتلمح انها عرفت ان هنا حامل، لكن بتتصدم لما بتلاقي ان هو كمان عارف، وبيقول لها ان هي حكت له علشان يساعدها، وفي نفس الوقت بيحذرها انها بقت مهووسة بموضوع هنا. ولما بتمشي بيكلم مامة مريم وبيقول لها انها تاخد بالها منها وانها تحاول تمنعها انها تعرف حاجة عن هنا لان الموضوع بقى مأثر عليها. وبننتقل لمحفوظ وبنلاقي ان هو اللي سرق الذهب بتاع رحمة، ولما بيروح علشان يبيعه صاحب المحل بيشك فيه انه سرقه علشان معهوش فواتير للذهب، فبيرن على الشرطة وبياخدوه. وفي الوقت ده مريم بتروح لعلي عشان تسأله انه السبب في حمل هنا ولا لأ، وبيحكي لها اول مرة شافها فيها. وقتها هنا كانت بتدي حقنة لحنان وهو شافها عندها وحس انها مختلفة وكان مشدود ليها، ومريم بتكون متضايقة من كلامه عن هنا لانها بتحبه، بس بيقول لها انه عمره ما جه جنبها لانه لما حاول معاها كانت بترفض وكان اخره يمسك ايديها وان مش هو السبب في حملها. وفي الوقت ده فيديو داليدا وملك بينتشر على كل السوشيال ميديا، وداليدا بتخاف جدا وبتبقى مش عارفة تعمل ايه. وبنشوف ناهد وهي قاعدة مع امير جوزها اللي رجع من السفر، وبيحس انها متغيرة من ساعة ما راحت المدرسة، وبيهددها ان لو طريقتها ما اتعدلتش هيخليها تسيب المدرسة. وبنبدأ نشوف الوسط الاعلامي كله بيتكلم عن الفيديو بتاع الضرب، والسوشيال ميديا كلها بتتقلب، وناهد بترن على علي وبتقول له ان جاسر صاحبه هو السبب وبتحكي له اللي حصل. ولما بيروح علشان يواجهه بيقول له انه ما نزلش حاجة. وبنشوف داليدا وناهد وهم قاعدين مع المحامي وبيقول لهم ان لسه في حل، وهي ان ناهد تقول انها شافت هنا لما خرجت من المدرسة وتبقى قضية ضرب احسن ما تكون قضية خطف، لان كده كده الناس كلها شافت في الفيديو انهم بيضربوها فمش هيعرف يعمل فيها حاجة، بس بيحاول ما يثبتش قضية الخطف عليهم. بس ناهد بتخاف لانها كده هي اللي هتبقى طرف في القضية. وبننتقل لرحمة مامة هنا والظابط بيسألها على السلسلة وبتقول له انها كانت على طول في رقبة هنا وانها عمرها ما قلعتها وانها جابتها لها في عيد ميلادها اللي فات. فالظابط بيسألها عن علاقتهم بمحفوظ، فبتقول له ان هو سابهم من سنتين واتجوز وعاش في اسكندرية، ولما عرفت خلعته بس رجع لها تاني بسبب الديون وبيفضل يضايقها هو واخوه رضوان. وبنعرف ان اخوه رضوان راجل غني وعنده املاك وشقق كتير. وبنشوف الظابط وهو بيستجوب محفوظ وبيسأله عن سلسلة هنا وانه جابها منين، بس بيقول له انه ما يعرفش حاجة وانه خد الذهب كله من دولاب رحمة طليقته، بس ما بيكونش مصدقه لان معنى ان السلسلة تكون هنا لابساها قبل الخطف ودلوقتي كان بيحاول يبيعها فكده بقى مشتبه فيه جدا، وبيقرر يحجزه لحد ما يتكلم. وبننتقل لمامة مريم وهي داخلة لمريم علشان تواسيها بسبب الفيديو اللي انتشر لهنا، بس بتلاقي ان مريم مقطعة صورتها مع هنا وبتفضل جنبها وبتواسيها. وبنشوف داليدا وهي منهارة بسبب اللي حصل لها وبتتكلم مع شات جي بي تي وبتبدأ تحكي له ان كل ده حصل من يوم ما علي عمل حفلة عنده، ولما بتروح الحفلة بتلاقي انه متجاهلها تماما كأنها مش موجودة، ولما بتلاقيه كده بتتكلم معاه بس وهما بيتكلموا بتجيله مسج على تليفونه وبتاخده منه وبتلاقي ان هو معجب واحدة غيرها وان البنت دي تبقى هنا. وبننتقل لسيد وهو عند تسوقي وبيبقى فاكر ان هو اللي سرب الفيديو بسبب ان التليفون كان عنده، بس بيقول له ان هو ما سربش حاجة وان في حاجات كتير غير الفيديو موجودة على التليفون، وبيهدده انه لو مسكتش هينزلها. وسيد بيبقى مش عارف ايه اللي على التليفون تاني غير الفيديو. وبنشوف الضابط وهو بيستجوب محفوظ وبيسأله ليه كان بيضرب هنا هو واخوه، فبيعرفوا انهم كانوا بيربوها بس مهما كان مش هتوصل انهم يخطفوها. والضابط بيسأله هو اخوه رضوان عنده بيت في الهرم، ولما بيقول له ايوه ان عنده بيت في الهرم ساعتها الضابط بيعرفوا ان قبل ما تليفون هنا يتقفل قدروا يعرفوا ان اخر مكان فيه كانت في الهرم. وبننتقل لمحامي داليدا وبيقرر انه يسلمها للشرطه، والضابط بيعرفوا انه وضعهم وحش بسبب الفيديو. فالمحامي بيقول له ان ناهد شافت هنا لما خرجت من المدرسه ومعنى كده انهم مالهمش علاقه بالخطف. بس المفاجاه بقى لما الضابط بيسال ناهد هي شافتها فعلا قالت له انها ما شافتهاش وان هي ما تعرفش حاجه عنها، فاكيد ساعتها الضابط بيقرر انه
بتحبس داليدا، ولما بتخش الحجز بتبدأ هي وملك يتعاتبوا، وملك بتتعصب عليها وبتقول لها انها معاها صور وفيديوهات لما كانوا بيشربوا وبيسافروا وانها ممكن تفضحهم، بس داليدا بتقلب عليها الموضوع وبتهددها بالفيديوهات لما كانوا في دهب. وبننتقل لمريم وهي قاعده مع علي وبيحكي لها ان هو ما تشدش لداليدا علشان هي ما كانتش تنفع للجواز وكانت معاه عادي وبتوافق على كل حاجه، انما هنا كانت بترفض لما بيقرب منها علشان كده كانت شداه، وبيعرفها ان هنا ما حملتش منه ومصدوم ازاي ده حصل لها لان اخلاقها ما تجيبش انها تعمل كده. وبنرجع لداليدا وملك بعد ما هديوا شويه وبنلاقي داليدا بتقول لها على اللي حصل بينها وبين علي لما قرب منها وان هي بس كانت عاوزه حد يطمنها علشان كده عملت ده معاه. وملك قالت لها ان هي كمان عملت كده بس مش بترضى تقول لها عملت كده مع مين. وبنشوف مريم وهي في البلكونه وبتبعت ريكورد لعلي وبتقول له انها مصدقاه وانها كانت مبسوطه قوي النهارده معاه وعلشان بقوا يتكلموا وقربوا اكتر من الاول. وبننتقل لرحمه مامة هنا وبنلاقي ان رضوان اخو جوزها بيجي لها وبيهددها انها لو ما طلعتش اخوه بيلمح لها انها مش هتشوف بنتها تاني، وبتساله هي فين بس مش بيرضى يقول لها وبيساومها ان هي تطلع محفوظ الاول وبعدها يتكلموا. وبننتقل لعلي ومريم وبيكونوا قاعدين مع بعض بسبب اللي مريم بعتته له امبارح وبيسالها هي بتحبه من امتى، فبتبدا تحكي له ان هي معجبه بيه من بدري من ايام ما كانت معاهم في المدرسه، وبتقول له ان هي فضل الاحساس ده جواها لحد ما هنا قالت لها ان هي هتظبطهم مع بعض، بس بعدها بفتره كلامها اتغير عنه وكانت بتحاول تكرهها في علي. ولما علي بيدافع عن هنا وان اكيد في سبب عشان تعمل كده وقتها مريم بتتضايق انه بيدافع عنها وانها ما تستاهلش ان حد يحبها، وده بيخلي علي يخاف منها لان نبرتها كانت غريبه واول مره يشوفها في مريم، وبيفكر ان هي ممكن تكون اذت هنا بسبب انها قالت له ان هي تستاهل اللي حصل لها. ولما بيسالها هي ضربت هنا مع ملك وداليدا بتقوله ان كان نفسها تعمل كده، فعلي بيتصدم منها وبيبقى مش عارف يقول لها ايه. وبنشوف ان ابو داليدا رجع من السفر وبيروح لها علشان يطمن عليها وده بيفرق جدا معاها وبيعرفها انه مش هيسيبها وهيطلعها من الاسم باي طريقه، فبتطمن وبتشكره على رجوعه. وفي الوقت ده بنشوف علي لما ساب مريم ومشي بيفتح تليفونه وبيسمع ريكورد هنا كانت بعتهوله وقت الحادثه وبتقوله ان دماغها مفتوحه وانها محتاجه حد يلحقها، فبيتضايق جدا انه ملحقش يروح لها. وبننتقل لرحمه ام هنا وهي في الاسم وبتقول للظابط راشد ان رضوان اخو محفوظ عارف مكان هنا وان هو اللي خطفها وانه هددها بمحفوظ اخوه انها تخرجه علشان تشوف هنا تاني، وكمان بتطلب من الظابط انها عاوزه تعمل محضر في البنات اللي ضربت هنا. وساعتها الظابط بيقرر انه يتحرى على رضوان باهتمام اكبر. وبننتقل لعلي وهو مع ناهد وبيحكي لها على اللي حصل بينه وبين مريم وبيقول لها انه شاكك انها ممكن تكون ضربت هنا بعد ما داليدا وملك مشيوا. فساعتها ناهد بتروح الكافيه وبتحاول تعرف لو حد شاف هنا ومريم يوم الخناقه اللي حصلت في الكافيه، ولما بتسال صاحب الكافيه بيعرفها ان الكاميرات ما كانتش جايباهم، وبتسال واحد من الويتر وبيقول لها انه فعلا لما خرجوا كانوا بيتخانقوا وان كان في مد ايد ما بينهم. وفي الوقت ده بنشوف مريم لما بترجع من بره ومامتها بتقترح عليها انهم يخرجوا علشان يغيروا جو بسبب اللي حصل في الفتره اللي فاتت، وفعلا بتوافق وبيروحوا يتغدوا بره. وبنشوف الضابط امجد وهو بيعرف راشد ان رضوان عم هنا نقل من شقته اللي في الهرم وانه مش بيروح شغله خالص في الفتره دي وانه بيرجع شقه الهرم لما بيكون لوحده، فقال له انه يفضل مكمل متابعه في الخط ده. اما الخط التاني انه يعرف له ليه مستر شاكر كان بيرن على هنا يوم الخطف كذا مره. وبننتقل لمستر شاكر وهو قاعد مع مراته وبتفضل تتكلم عن هنا قدامه وحش، وشاكر بيتضايق من طريقتها بس بتعرفه انه قربه من البنات اللي معاه في المدرسه غلط وانه مش ابوهم علشان يكون قريب منهم كده وان لازم يحط حدود ما بينهم. وبننتقل لناهد وهي رايحه زياره لداليدا في القسم وبتعرفها ان تقريبا مريم عارفه هنا فين، وداليدا بتستغرب وبتسالها ليه بتقول كده، فبتعرفها ان مريم كانت بتحب علي وان هنا كانت المفروض تظبطهم مع بعض بس هي عملت عكس كده وانهم ارتبطوا. وساعتها داليدا بتتصدم وبتقول لها انها لازم تقول الكلام ده للظابط. وفي الوقت ده بنشوف مريم ومامتها وهم راجعين من بره بس وقتها الجرس بيرن، ولما مامتها بتفتح بتتفاجئ انهم البوليس وعايزين مريم. ولما مريم بتروح القسم الظابط بيسالها ايه علاقتها بعلي وهل هي معجبه بيه ولا لا، فبتقول له انها كانت معجبه بيه بس ما كانوش مع بعض، فبيسالها عن اللي حصل وبتقول له وقتها ان هنا قالت لها ان هي هتظبطهم مع بعض بس ده ما حصلش، وكمان اكتشفت بعدين انهم كانوا مرتبطين ببعض. الظابط راشد بيقول لها عشان كده ضربتيها قدام الكافيه يوم
الجريمه. وقتها مريم بتقول له اللي حصل، وفعلا يومها كانوا بيشدوا مع بعض، بس مريم كدبت عليه وطلعت فعلا ضربت هنا بسبب انها خبت عليها، مش زي ما قالت في الاول انها طلعت وراها علشان تطمن عليها. بس الضابط راشد بيضغط عليها وبيقول لها ان هي اكيد كانت مراقباهم، وبعد ما ضربوها دخلت وكملت عليها، ضربتها لحد ما اغمى عليها. بس مريم بتقوله ان ما حصلش اي حاجه من الحاجات دي، وبتقوله انها ما عملتش حاجه. فساعتها الضابط بيقرر يحبسها لحد ما يفهم ايه اللي مريم مخبياه. ومامتها بتدخل لها وبتحاول تعرف منها ايه اللي حصل وقتها. فساعتها مريم بتبدا تحكي لها وبتقول لها ان فعلا يومها اتخانقوا، وان هي راحت المدرسه وشافت هنا متعوره، وكانت بتحاول تساعدها فعلا بس هنا زقتها وقالت لها ان هي زيها زيهم. فساعتها مريم اتعصبت واتخانقت معاها بسبب ان هنا قالت لها ان علي عمره ما هيحبها. فساعتها اتضايقت جدا وزقتها، ولما شافت الدم خافت وطلعت تجري. ولما روحت كان الكوتش بتاعها عليه دم، غسلته وبعد كده رمته. ومامتها بتتصدم من اللي هي بتقوله وبتطلب منها ان هي ما تتكلمش لحد ما تتصرف. وبننتقل لعلي وهو قاعد مع ناهد، وبيبقى متضايق انها راحت وبلغت عن مريم وانه ندم انه قال لها على حاجه. فساعتها ناهد بتستغرب وبتبقى مش فاهمه هو عاوز يجيب حق هنا ولا خايف على مريم. وبتقوله ان ازاي كان مع دليده وفجاه حب هنا ودلوقتي بقى معجب بمريم. فعلي ساعتها بيسكت وبيبقى مش عارف يرد على كلامها. وفي نفس الوقت بنشوف مريم ودليده وملك وهم في الحجز، ودليده بتبقى مصدومه في مريم لان هي اللي طلعت ورا كل اللي بيحصل. وبننتقل لمكان باين عليه انه مهجور، وبنلاقي ان هنا متكتفه وانها لسه عايشه وعماله تعيط وبتحاول تفك نفسها. وفي الوقت ده بنشوف الضابط راشد هو رايح لشقه الهرم بتاعت رضوان اخو محفوظ، لان جاله بلاغ من حد من الجيران انه سمع صوت لبنت بتصوت، وفعلا بيروح على هناك. وبنلاقي ان هنا بتقدر انها تفك رجل من اللي كانت مربوطه على امل انها تعرف تهرب. وراشد بيوصل فعلا للعنوان، وهنا بتروح عند الباب وبتحاول تفتحه. وبنلاقي ان الضابط راشد لما بيطلع بيكسر باب الشقه، بس للاسف ما بيكونش نفس المكان اللي هنا فيه، وبيبقى المكان فاضي تماما، بس غالبا بتكون جنبه عشان بيبقى في صوت خفيف من كسر الباب عند هنا. وهنا بتعافر انها تفتح الباب بس بتفشل وبتقع، وبيبان عليها قد ايه هي متبهدله ومتدمره. ولما راشد بيرجع القسم بيستجوب دليده وملك وبيسالهم عن مريم، وملك بتقوله ان مريم ممكن تعمل كده عادي لو فعلا هنا كانت متفقه معاها انها تظبط علي ليها. ودليده برضه بتقوله نفس الكلام اللي ملك قالته، وبتعرفه ان مريم انانيه وبتحب نفسها وبس. وبعد ما بيخلص معاهم ابو دليده بيروح عشان يخرج بنته، وان مريم هي المتهمه لحد دلوقتي، وفعلا بيوافق انها تخرج. بس بيعرفوا ان مامة هنا عامله محضر تعدي بالضرب على هنا، وان ده محضر جديد هيمشوا في اجراءاته. وفي الوقت ده ملك ودليده فعلا بيخلصوا الاجراءات علشان يخرجوا، وباباها بيروح لها علشان ياخدها ويمشوا. بس بيبان على ملك انها بتحسدها وان كان نفسها تعيش حياه دليده، وبتبقى صعبان عليها نفسها. ولما بترجع لاهلها مش بيهتموا برجوعها، وده طبعا بيزعلها جدا. امها بتبقى كل اللي هممها تعرف هي خرجت ازاي، فبتعرفها انهم مسكوا مريم مكانها. وسيد لما بيسمع كده بيتصدم لان مريم معاها عقد الجواز اللي بينه وبين هنا، وبيبقى خايف لا تجيب سيرته في التحقيق، وهم بيبقوا مش فاهمين هو خايف ليه. فبيقرر يحكي لهم، وملك بتبقى مصدومه ازاي ما قالهاش كل ده، بس بتقول انه عمل كده بسبب انه كان معجب بيها. فبيسكت ومش بيرد عليها. وبننتقل للضابط راشد وهو بيستجوب رضوان ومحفوظ عشان يعرف مخبي هنا فين، بس رضوان بيقول له انه ما يعرفش حاجه وانه ما خطفش هنا. بس الضابط بيعرفه ان رحمه مامة هنا قالت له انه لما راح لها قال لها يطلع محفوظ مقابل ان هنا ترجع. بس رضوان طبعا بينكر كل الكلام اللي هي قالته. ولما الضابط بيسال محفوظ وبيقول له انه يعترف وما يسترش على اخوه لانه معاه فلوس وممكن يوعده انه هيسد ديونه مقابل ان هو ما يتكلمش، بس محفوظ بيقول له انه ما يعرفش حاجه. فبيقرر يفرج عنهم لحد ما يثبت مين اللي خطفها. وبنشوف سيد وهو مع واحد صاحبه اسمه ماربيلا، وبيقول ان هم هيسرقوا شقه، وبنعرف من كلامهم انهم هيدخلوا شقه مريم علشان ياخدوا عقد الجواز. وفعلا بيركبوا مكنه وبيستنوا لحد ما مامة مريم نزلت من العربيه وسرقوا منها شنطتها وخدوا المفتاح. وفي تاني يوم بنشوف ملك وهي بتدور على التليفون بتاعها، ولما بتسال سيد بيقول لها ان امها بعته لدسوقي، وبيبان عليها القلق وبتروح له وبتساله على التليفون وبيفضل يتحجج انه باعه. بس لما ملك بتبدا تزعق له بيقول لها انه معاه كل فيديوهاتها، وبيهددها انها لو ما بعدتش عنه هينزل كل الفيديوهات دي على النت. فبترجع البيت وبتحكي لسيد اللي حصل وبتبقى مرعوبه، وسيد بيتخانق معاها فبتخاف وبتدخل اوضتها وبتفتكر وقتها كل اللي كانت بتصوره وهي مع البنات. وبنشوف ان قبل كده سيد لما شاف فيديو منهم ضربها. وبننتقل للضابط راشد وهو في مدرسه العلياء علشان يستجوب استاذ شاكر، وبيساله ليه مراته اتخانقت مع هنا قدام المدرسه. وشاكر بيبان عليه التوتر، وكمان بيتوتر اكتر لما الضابط بيعرفه انه نزل مخبرين عنده في المنطقه. ولما سالوا البواب عرف ان هنا باتت عنده كذا مره وكانت بتجيله البيت كتير، فالضابط بيقرر ياخده معاه علشان يستجوب
يستجوبه وبيبدا يساله هنا كانت بتروح له ليه. فساعتها استاذ شاكر بيبدا يحكي له انها راحت له في وقت متاخر وكانت منهاره في العياط، ولما شافها بالمنظر ده دخلها وسالها ايه اللي حصل، فقالت له ان عمها وابوها ضربوها وهو كان بيحاول يهديها علشان ترجع، بس هي كانت رافضه وكمان حست انها ما كانتش المفروض تروح له، وقالت له ان هي هتمشي وحاول يمنعها بس هي نزلت. ومراته كانت متضايقه بس هو قرر انه ينزل لها، ولما نزل سالها هي هتروح فين، فقالت له انها هتروح لواحده صاحبتها، وبيبان عليه انه كان خايف جدا عليها فما قدرش يسيبها لوحدها وخلاها تبات في اوضه بنته. بس راشد بيستغرب ازاي مراته كانت موافقه، فبيعرفوا ان هي كانت رافضه وكانت دايما بتتخانق معاه بسبب قربه من الطلاب، بس هو ما قدرش يسيب هنا لوحدها في موقف زي ده. فالظابط راشد بيجيب رباب مرات شاكر علشان يستجوبها وبيسالها عن علاقه هنا بشاكر، فبتعرفوا ان هنا كانت بتكلمه كتير كل ما يحصل لها حاجه، وده كان بيضايقها علشان كده اتخانقت معاها قدام المدرسه. والظابط بيحس ان كلام استاذ شاكر ناقص وان في حاجه غلط، فبيقرر انه يحطه في الحجز لحد ما يعرف ايه علاقته بيها. وبيجيب مريم علشان يستجوبها للمره الاخيره وبيسالها ليه ما بتقولش كل حاجه طالما هي اللي جت وبلغت من الاول، فبتقول له انها عرفت حاجات كتيره عن هنا ومش عارفه هي المفروض تقولها ولا لا، بس بيقول لها انها لازم تتكلم علشان يقدر يوصل لها. فبتعرفه ان هنا كانت حامل، فبيتصدم وبيسالها كانت حامل من مين، بس قالت له انها ما تعرفش. لكن لما سالت علي قال لها ان مش هو اللي عمل فيها كده. وفعلا بنشوف ان الظابط راشد راح لعلي وبيساله باستهزاء ليه البنات كلها معجبه بيه، بس علي بيبان عليه القلق والتوتر، والظابط بيفضل يضغط عليه في الكلام وبيجبره انه يديله تليفونه علشان يشوف الشات اللي بينه وبين هنا، وبيسمع ريكورد هنا كانت بعتاه لما كانت بتستنجد بيه لما كانت في الحمام وان حد يلحقها. ولما بيقلب اكتر في الشات بنتصدم لما بنلاقي ان هنا كانت بعتاله هو عمل فيها ايه وشربها ايه لانها اكتشفت انها حامل. فعلي بيتصدم وبيبقى مش عارف يرد يقول له ايه، وده اللي احنا هنعرفه في الحلقه الجايه اللي هننزلها بكره. وبكده احنا نكون خلصنا كل الحلقات اللي نزلت من المسلسل، وبعد كده هنلخص كل حلقه بحلقتها لما تنزل. بتاكد ان انت عامل سبسكرايب للقناه اللي هو اشتراك يعني، واهم حاجه تفعل زر الجرس عشان اول ما انزل الحلقه يجيلك اشعار بيها. ويا ريت برضه تعمل كومنت تقول انت شاكك في مين في اللي خطف هنا يعني، ويا ريت تعمل لايك للفيديو عشان ده هيأثر على انتشار الفيديو. وبس كده نشوفكم في الحلقه الجايه ويلا سلام.